استكمال لأحداث الجزء الأول، لو ما شفتوش هتلاقيه على القناة. يلا بينا. فيلمنا بيبدأ وبيكون توني ستارك على التلفزيون وهو بيقول أنا رجل حريري، المشهد بتاع الجزء الأول، وبينادي الراجل على إيفان ابنه وبيقول له إن هو كان المفروض يبقى هو ده، وبيعتذر لابنه وبيقول له إن هو ادار المعرفة اللي عنده وبيموت. وبيجهز إيفان أفكار من توني ستارك وأبوه، وبيكون باين إن إيفان مخترع هو كمان، وبيصنع نواة شبه بتاعة توني. بنروح بعدها ب6 شهور وتوني بينزل من طيارة وبيروح لعرض شغال وبيفكك الآلي منه، وبيكون وسط الجمهور وكلهم بيشجعوه، وبيشغل فيديو لأبوه هورود وبيكون بيقدم ليهم من صناعات ستارك مدينة المستقبل. وتوني بيشوف نسبة السموم في الجسم وبتكون عالية، وبيخرج توني بيكون في معجبين كتير حواليه، وبيروح يركب عربيته، وواحدة بتقول له ان هو مطلوب بكرة قدام المحكمة، وبيمشي وبيروح للمحكمة وبيسأل القاضي هو كده بيمتلك أسلحة ولا لأ. قال لهم لأ، هو مع واحد وما يعتبرش سلاح عشان هو بيسيطر عليه، وبيكونوا مصرين ان هو سلاح وعاوزين ياخدوه، بس قال لهم ان هو الرجل الحديدي وهو والآلي واحد. وبيقولوا القاضي ان هو مش خبير أسلحة، بس في واحد هنا وهو جاستن هامر. وبيدخل رودي صاحب توني وبيكون بيدافع عن توني كالعادة، وبيكون عاوز يضم توني لسلسلة القيادة عشان وجوده مهم، بس توني بيقول لهم ان هو مش هينضم غير لو بمنصب وزير الدفاع. وبيكونوا بيعرضوا عليه محاولات لناس بتصنع آلي، بس بيخترق توني الشاشة وبيورون حاجات حصلت في كوريا الشمالية، وبيكونوا بيصنعوا آلي بس مش بيعرفوا يسيطروا عليه، وفي إيران برضه. وبيكون في فيديو لجاستن هامر وبيكون بيحاول يصنع آلي هو كمان ومش بيعرف، وبيفصل الشاشة، والقاضي بيقول لهم ان الجلسة انتهت، والكل بيسقف لتوني وبيخرج، وإيفان بيكون شايفه وبيبدأ يجهز في المفاعل بتاعه، وبتكون حاجة مدمرة. بنروح لتوني تاني وبيكون توني عمل أكتر من بدلة، وبيشوف توني نسبة التسمم في الجسم بيلاقي بقت أعلى من الأول، وبيكون البلاديوم بيتحرق بسرعة، وبيبدل توني الجزء المحروق، وجارفيس بيقول له إن بدأ وقته ينتهي، وبيكون الجهاز ده بدأ يموت في جسمه. بيبر بتيجي تدخل عليه وبيتعامل معاه عادي، وبيقعدوا يتكلموا سوا، وبيكون توني عشان بيموت مش مهتم بأي حاجة، وبيقول لبيبر إن هي تبقى المديرة لشركات ستارك، وبتكون مصدومة. وإيفان بيقابل حد ياخد منه حاجة وبيمشي، وبيكون جوه السفر مزيف. بنروح لتوني وبيكون بيتدرب بوكس، وناتاشا بتدخل عليهم وبيقول لها توني تدخل الحلبة، وبتدخل وبيقول اللي معاه يعلمها، وبيخرج وبيدور توني على بياناتها، وبيعرف ان هي بتتكلم كذا لغة ومنها اللاتينية، وبيكون مستغرب، وبيجي اللي معاه يضربها بس بتصد منه وبتقلبه على الارض، وبيتصدموا منها وبتخرج لهم، وبيمضي توني وبتمشي. بنروح لموناكو وبيكون في سباق عربيات هيتعمل، وبيوصل توني وبيلاقي ناتاشا موجودة وبتكون مجهزة ليه ترتيبات، وبيمشي هو وبيبر وبيقابل جاستن هامر، وبيكون توني مش بيحبه، وبيدخل يشوف نسبة السموم في جسمه بقت كام، وبتكون عالية اكتر، وبيخرج توني عشان هيشارك في السباق، وبتكون بيبر مصدومة وبتسأل ناتاشا هي كانت عارفة، قالت لها ان هي لسه عارفة دلوقتي زيها. وبيجهز توني للسباق وبيتحرك، وبيكون ايفان موجود في المكان، وبينزل في نص الطريق وبيطلع من ايده الجهاز اللي صنعه، واول عربية قابلته ضربها اتقسمت نصين، وبتاخد بيبر البدلة وبتركب العربية عشان تلحق توني. وتاني عربية بتدخل على ايفان وبيكون فيها توني، وبتيجي عليه بيضربها بتتقسم نصين برضه، وكل العربيات بتعمل حادثة وراه، وبيجي يدور عليه بس مش بيكون لاقيه، وتوني بيضرب فيه بس بيرميه توني على الارض، وبيفضل ايفان يضرب فيه وبيجي يموته بس بيلحق نفسه. وبتروح بيبر اللي بالعربية وبيخبطوا ايفان وبيقولوا ليه يركب، وبيروح يركب بس ايفان بيضرب الباب بيكسره، وبيفضلوا يخبطوا فيه بالعربية كتير، وتوني مش بيكون عارف يركب، وبيضرب ايفان العربية وبيفككها كلها، وبيرمي الشنطة ليه وبيلبس البدلة، وبيزق العربية بعيد عن ايفان، وبيجي يضرب ايفان بس بيصد منه كل حاجة، وبيمسك ايفان توني ضرب، وبيكون توني مش قادر عليه بس بيقرب لايفان وهو مكهربه، وبيضربه وبيرميه على الارض، وبيشيل نقاط الطاقة من جسمه، والشرطة بتيجي تمسكه، وبيقول له توني ان هو خسر كل حاجة وبيضحك، وبيكون توني بيقول لهم اتحققوا منه ومش بيكون ليه بصمة ولا ليه اي حاجة. وبيدخل توني يتكلم معاه في الحبس، وبيقول له توني ان هو صنع كده عشان كوريا واليابان، بس بيقول له ايفان ان عيلة ستارك كلهم حرامية وقتلة، وانت دلوقتي عايز تبني تاريخك وتنسى كل حاجة عيلتك عملتها. وبيقول له توني ما انت سرقت النموذج بتاعي. قال له ايفان ان هو كان من ابوه انطوان فانكو. قال له توني ان هو ما يعرفوش وبيكون هيمشي، بس ايفان بيقول له ان البلاديوم في الصدر طريقة متعبة للموت. وبيخرج توني، وبتكون بيبر بتتفرج على التلفزيون على ناس بيشتموا في توني، وبيخرج لها توني وبيجيب ليها اكل، وبتقول له هو في ايه مخبيه عليها عشان تصرفاته غريبة، بس يقول لها ان هو مش عاوز يرجع البيت وبيكون عاوز يروح اي مكان في اوروبا، بس بيبر بتقول له ان هي مش فاضية عشان هي دلوقتي المديرة لشركة ستارك، بس توني بيقول لها هي ممكن تاخد اجازة بس مش بترضى. وحد بيودي الاكل لايفان، وبيكون في ورقة مكتوب فيها مع الاكل بالروسي يستمتع بالبطاطا، وبيعرف ان هي فيها قنبلة، وبيدخل حد السجن ليه، وبيكون
نفس رقم السجين بتاع ايفان وبيضربوا ايفان، وحد من الامن بيديله مفتاح وبيفعل القنبله وبيخرج، وواحد من الامن بيوقفه بس بيضربه والمكان كله بيتفجر، وبيجري ايفان بس بيلاقي 2 حطوا حاجه على وشه وخدوا معاهم وبيدخلوه في عربيه وبيخرجوه، بيلاقي جاستن هامر قدامه وبيقول لهم يفك الكلبشات عن صاحبه وبيقول له يقعد معاه وبيقدم له اكل، وبيقول له هامر ان هو شاف اللي عمله لتوني وازاي اتحداه قدام الكل، وبيكون هامر عاوز ايفان يشتغل معاه عشان يدمر توني ستار، وبيكون توني بيدور على انطوان فانكو وبيعرف ان هو كان عالم وابنه ايفان اتسجن 15 سنه عشان كان بيبيع البلاتينيوم لباكستان وهو كمان عالم، وبيدخل عليه رودي وبيقول له لازم يسيطر على الوضع عشان الحكومه ممكن تيجي هنا وتاخد الاليين كلهم، وبيبص على توني وبيقول له في ايه، وبيجي يتحرك من مكانه بيقع وبيوصله للمكتب وبيجيب ليه البلاديوم، وبيقول له رودي ايه اللي على رقبته ده؟ قال له ده شويه خدوش. بعد كده هامر بياخد ايفان وبيوريه الاليين اللي عاملهم، وايفان بيدخل على الشبكه وهامر بيقول له ان هو مش هيعرف يخترقهم بس بيعرف يخترقهم عادي، وبيروح يشوف الاليين وبيقول له ان هو عاوز حاجه زي بتاعه توني، وايفان قال له ان هو هيعرف يعمل كده مش مشكله، وتوني بيشوف جسمه عامل ازاي، وناتاشا بتدخل وبيحاول يتدرى منها، وبيكون في حفله وبيقول لها ان هو عاوز يلغيها، وبيسالها لو ده اخر عيد ميلاد ليكي هتعملي ايه؟ قالت له هتعمل كل اللي هي عاوزاه، فبينزل توني بالبدله وبيشغل الدي جي، ورودي بيحاول يهدي القائد بتاعه عن توني وبيدخل بيلاقيه كده وبيزهق وبيقول لبيبر ان هو ضحى بنفسه عشانه، وبيبر قالت له ان هي هتتصرف، وبتطلع وبتقول لهم ان الحفله خلصت، بس توني بياخد منها المايك وبيقول لهم ان الحفله الاولانيه خلصت والحفله الثانيه هتبدا كمان ربع ساعه، وبيفضلوا يرموا في الكاسات وتوني بيضربها، ورودي بيروح يلبس بدله وبيقول للكل يمشي وكلهم بيخرجوا بره جري وبيبداوا يتعاركوا سوا، وبيكون توني اقوى منه بكتير والكل بيكون واقف يتفرج وبيخوفهم توني وبيمشوا كلهم، كل واحد بيمد ايده للتاني وبيضربوا سوا في نفس الوقت والمكان كله بيتدمر، ورودي بياخد البدله وبيطير بيها وبيروح للقائد بتاعه بالبدله وبيكون مبسوط بيه، وتوني بيكون مقضيها بما انه ان هو هيموت، وبيروح لفيوري وبيروح يقعدوا في مطعم وبيقول له فيوري ان الوضع بيموتك، وناتاشا بتدخل عليهم وبيكون مصدوم وبيقول لها ان هي مطروده، بس فيوري قال له ان هي عميله معاه، وبيكمل فيوري وبيقول له ان هو عين بيبر مديره وساب صاحبه ياخد البدله، وبتحقنه ناتاشا بحاجه وبيقول لهم هو ايه ده؟ قال له ده ثاني اكسيد اللاسيوم وده يخفف من اعراض المرض بتاعه، وبيقول لهم توني ان هو دور على بديل للبلاديوم وجرب كل حاجه وكل عنصر موجود، بس فيوري قال له ان هو ما جربش كل حاجه، وبيشوف هامر ايفان مغير شكل الالي وبيقول له ان الخوذه ديت مش هيعرف يدخل راسه فيها، بس ايفان قال له ان البدله من غير طيار احسن، وبيكون هامر معترض وبيمشي، وبيكون قائد رودي عاوز يدي البدله لهامر ورودي بيعترض بس القائد بيقول له لازم يعملوا كده. بنرجع لفيوري وبيقول لتوني ان ابوك قال ان انت الوحيد اللي معاك الموارد والمعرفه، بس توني بيقول له لا، وفيوري بيكون هيمشي وبيقول لناتاشا تفضل معاه وبتقول له ان هي فصلت كل اجهزه الاتصال، وبيروح توني يشوف الحاجات بتاعه ابوه وبيشغل فيديو وابوه بيتكلم فيه وبيكون بيقرا في كتبه ومش مركز معاه، لحد ما بيجي لقطه بيقول فيها لتوني ان هو مصور الجزء ده مخصوص ليه، وبيقول له ان هو بنى كل ده ليه هو، وبيقول له ده مفتاح للمستقبل وهو متحدد بتكنولوجيا العصر بتاعه، بس هو اكيد هيفهم ويعرف يغير العالم، وبيروح توني يعتذر لبيبر عن اللي عمله بس بتزعق عليه وبتقول له هي بتعمل اللي المفروض هو يعمله، وناتاشا بتدخل عليهم وبيبر بتمشي عشان الطياره بتاعتها، وناتاشا بتقول له يا ترجع البيت يا تبعت حد ياخده، وبيجي توني يمشي يشوف رسمه ابوه وبياخدها معاه وبيطلب من جارفيس يرسم له مجسمات، وبيشوف توني النواه وكل حاجه حواليها وبيعرف ان العنصر اللي هيتشكل هيبقى بديل كويس للبلاديوم، وبيبدا توني يجهز في كل حاجه وبيكون عمل حاجه زي نواه وبتكون بتحرق اي حاجه بتيجي عليها لحد ما بتيجي على المعدن وبيمتصها، وبيكون توني عمل معدن جديد والمفاعل بيقبله، وبيكلم هامر ايفان عشان يساله على الاليين وان هو عاوزهم يعملوا عرض، بس بيقول له ايفان ان هم مش جاهزين دلوقتي، وبيروح ليه وهو متعصب وبياخدوا منه البغبغان بتاعه وكل حاجه وبيزعق فيه وبيقول له ان هو ما احترمش الاتفاق اللي كان بينهم، وبيسيب 2 معاه وحد بيرن على توني وبيرد عليه وبيكون ايفان، والاتنين اللي كانوا معاه بيكونوا مربوطين في بعضهم، ويقول له ايفان ان هو هيعمل اللي ابوه عمله في عيلته من 40 سنه، وبيعرف توني مكانه فين وبيعرف ان هو عند جاستن هامر، وبيحط توني النواه الجديده على جسمه وجسمه بيتحسن على طول، وناتاشا بتوصل مع بيبر للاجتماع وبيكون جاستن هامر هو اللي عامل الاجتماع، وبيكون كالعاده بينتقد توني وبيقدم لهم اليين هامر اللي من غير طيار، وبيكون عامل منهم قوات لكل حاجه، قوات الجويه والقوات الارضيه والقوات البحريه، وبيكون ايفان هو اللي بيتحكم في كل ده، وبيطلع كمان رودي وبيكون الاليين بيعملوا زيه بالظبط، بس توني بيدخل فجاه وبيقول له رودي لازم يخرجوا الناس من هنا ولازم يثق فيه، وبيروح يسال هامر هو فين، بس فجاه بيتحكم ايفان في رودي والاليين وكلهم بيضربوا نار على توني وبيطير في الجو وكلهم بيطلعوا وراه، وبيحاول توني يهرب منهم كلهم، وبتروح بيبر الهامر بس بيكرشه وبتمسكه ناتاشا وبتساله مين اللي بيعمل كل ده، قال لها ايفان، وبتعرف ان هو في المصنع بتاعه، والاليين بيبداوا يضربوا في البشر وبيوجهوا اسلحتهم على توني وبيضربوه بس بيهرب منهم كلهم، وبيكون ايفان مسيطر على كل الاليين، ورودي
رودي كمان، وبتوصل ناتاشا لمصنع هامر وبتدخل تضرب في كل اللي جوه، وبيكون ايفان مستغرب منها وبيفعل الباقي من الآليين، وناتاشا بتضرب في كل اللي باقي في المكان، وبيدخلوا المكان وبيعرف ان ايفان خرج، وبتدخل ناتاشا على الجهاز وبتحاول تخلي رودي يسيطر على الآلي من جديد، وبيكون بيحاول يموت توني لحد ما ناتاشا بتعرف توقفه، وبتتواصل مع توني وبتقول له ان مؤشراته الحيويه كويسه. قال لها ان هو ما بقاش يموت، بس بيبر بتكون سمعت الكلام ده وبتقول له هو كان بيموت فعلا. قال لها ان هو كان هيقول لها، وبتقول له ناتاشا ان في جيش جاي عليهم، وبيفوق رودي وبيقوموا وبيعتذر له رودي انهم ما وثقش فيه، وبيلاقوا الكل نازل حواليهم وبيكون عددهم كتير، وبيصدوا منهم كل الضرب وبيدمروهم كلهم، وبيكونوا اقوى من الآليين اللي موجودين. ويتبلغ بيبر الشرطه وبتيجي تاخد جاستن هامر، وبيكون في آلي بيقرب عليهم وبتقول لهم ناتاشا ان في آلي غريب عن الباقي وبيكون داخل عليهم، وبيكون الآلي ده هو ايفان، وبيكون حجمه اكبر منهم بكتير، وبيحاولوا يضربوا باي حاجه من حاجات هامر بس مش بتعمل اي حاجه فيه، وبيجوا توني يضربوا برضه بس بيصد منهم وبيضربهم وبيكون اقوى منهم بكتير، وبيكون هما الاثنين مش قادرين عليه، وبيكون ايفان مستخدم تقنيه جديده قويه وبيثبتهم هما الاثنين مع بعض، وبيقول توني رودي انه عنده فكره، وبيقول له ارفع ايده، وبيضربوا هما الاثنين سوا زي ما حصل قبل كده، وبيحصل انفجار قدام ايفان، وبيكون ايفان متدمر، وبيقول له توني ان هو خسر برضه، وبيكون كل الآليين فيهم قنابل وهيتفجروا، وبيخرجوا بسرعه، وبيروح توني بسرعه عشان يلحق بيبر، وبيلحقها وبتزعق عليه عشان كان بيموت وما عرفهاش، وبيهديها، وبيروح لمرودي وبيقول له توني ان هو هيخلي البدله معاه وبيطير في الجو. بنروح له توني وفيوري وبيقول له ده تقرير ناتاشا عنه، وبتكون موافق ان هو ينضم لفريق الافينجرز، وبيقول له ان هو مش هينضم ليهم غير لما يكرموه هو ورودي، وبيكرمهم فعلا من الوزاره. بعد كده بنروح لفيل كولسون وبيقول لحد ان هم لقوه، وبتكون مطرقه، وهنعرف ايه ده في الافلام الجايه. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عايزين نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، سلام.